بلاش تاخدي النصيحة في تربية أطفالك ولا تسمعي كلام ليهم، لأنهم مليانين بالأفكار المغلوطة وأعصابهم متوترة ومفيش اتزان انفعالي في ردود أفعالهم. فبلاش تاخدي النصيحة من أم أو أب دايما بيتعصبوا على أطفالهم. بلاش تاخدي النصيحة من حد دايما بيضرب أطفاله ومفكر إنه كده بيربيهم وهيسمعوا كلامه، لأن دول بيدربوهم على الخوف والجبن حتى لو اللي ظاهر إن الأطفال بتسمع كلامهم. ما تاخديش النصيحة من أم بتقرف تغير لابنها، لأن اللي ما عملتش كده ما حستش معنى الأمومة. ما تاخديش نصيحة من أب قاعد طول النهار والليل برا وما بيشوفش أطفاله غير فين وفين. ما تاخديش نصيحة من أب وأم مستواهم الاجتماعي والمادي مختلف عنك، علشان انت اللي هيجيلك إحباط. هم هيوفروا حاجات لأطفالهم انت مش هتقدري توفريها ليهم، هم هيجيبوا أكل انت مش هتقدري تجيبيه، هم هيودوا مدارس غير اللي انت هتوديها. فبلاش تاخدي نصيحة في تربية أطفالك منهم علشان ما تتعقديش. بلاش تاخدي النصيحة من أب وأم بيحرموا أطفالهم وبيبخلوا عليهم علشان يعرفوهم قيمة القرش، لأنهم بيعلموهم القسوة ازاي، والأطفال دي لما بتكبر بيبقى قلبها مليان جمود وجحود ناحية أبائهم وأمهاتهم. بلاش تاخدوا النصيحة من اللي سايبين أطفالهم ليل نهار في الشارع بيلعبوا أو سايبينهم قدام التلفزيون والموبايل. خدوا النصيحة من الأشخاص الصح، من نفسكم، من اللي هتقدروا توفروه لأطفالكم من إمكانياتكم وظروفكم.